نصائح عند أداء العمرة داخل الحرم المكي. أول حاجة ابدأ بنية أداء العمرة، وثم ركوب الحافلات من أمام الموقف. أول حافلة 10 ثم 2 للوصول للسيدة عائشة اللي هو مسجد اللي بيحرموا منه عشان تعرف تحرم، أو ركوب حافلة 12 وتنزل مسجد جعرانة إن الرسول أحرم منه برضه. ده انت لو بتحرم من مكة. لو بتحرم من مدينة، مسجد ميقات سيدنا علي ميقات. هتدخل بعد كده أول ما تنزل من الحافلة هتدخل الحمامات بتاعت مسجد السيدة عائشة، مكان التنعيم، أو اللي هو أي مكان اللي جعرانة السيدة عائشة الميقات. هتدخل حمامات هتستحم استحمام غسل الجنابة وطبعا وانت في الحمامات هتلبس لبس الإحرام، ملابس الإحرام للرجال أو اللي هو كفن يعني، والنساء أي لبس حرفي، وحرص على عدم لبس المخيط للرجال ولا ملابس داخلية حتى. رابع حاجة هتتجه لمسجد اللي هو الميقات أو التنعيم أو المساجد اللي هو بتستحل عنده ده السيدة عائشة أو جعرانة أو ميقات أو أبيار علي. هتصلي ركعتين سنة داخل مسجد التنعيم أي مسجد منهم. هتخرج من المسجد وهتنوي نية الاعتمار، نية العمرة، وهتقول لبيك اللهم عمرة ليا مثلا. ولو عاوز تعملها لحد، لو انت عامل لنفسك وعاوز تعملها لحد، هتقول لبيك اللهم عمرة لفلان. وبعد كده هتركب الحافلات عشان ترجع تاني للحرم مع التكبير والتلبية وذكر الله والكلام وكل وأذكار، يعني الأذكار اللي على لسانك كلها أي ذكر تقول. سابع حاجة هنعملها النزول والدخول للحرم واتباع تعليمات المرشد أو الأمن، أمن الحرم. بس الأمن مش دايما، عشان مش دايما يعني يكونوا أوقات واخدين أوامر وتعليمات ما يدخلوش حد، لأسباب كتيرة هما يعني أدرى بيها. دخلت خلاص، تدخل من باب العمرة أو باب 79 عشان تنزل لشحن الكعبة على طول. هتدخل طبعا هتقول دعاء دخول المسجد. نزلت وشوفت الكعبة الحمد لله، عند رؤية الكعبة دعوة مستجابة. تاني حاجة هتبص حواليك كده هتلاقي علامة خضرا، هي دي بداية الطواف اللي هي ال7 أشواط. رتب نفسك كده، هتبدأ من عندها. رتب نفسك في الذكر عشان ما تصعبهاش على نفسك وما تتلخبطش. خد كل صوت كده أو كل طواف بذكر. ما تزقش حد وما تتزحمش، متقعدش تقعد تزق في الناس وتتزحم. بعد الطواف هتقرب كده عند حجر إسماعيل أو مقام إبراهيم. عند حجر إسماعيل، مقام إبراهيم غير حجر إسماعيل. حجر إسماعيل هو الحتة الكبيرة ديت اللي هي عاملة كيرف كده. مقام إبراهيم دوت بيبقى المكان الذهبي كده اللي الناس بتقعد تتبرك حوله دوت. طبعا من أخطاء العمار اللي بيعتمروا أو بيحبوا. طبعا بالازدحام طبعا المكان ده بيبقى مغلق، فهنصلي ركعتين بعيد عن الازدحام تحت طواف الدور الأول، أو حتى لو في ناس بتطوف فوق في نفس المكان يعني. بلاش في مكان الطواف والازدحام عشان تقريبا مش هتركز في حاجة. هما ركعتين خفاف بسورة الكافرون والإخلاص كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كان عارف يعني إن هيكون في ازدحام رهيب على المشق، فخفها حتى لا يضيع خشوع وتدبر المصلي. لو هتصلي في مكان الطواف هتخشع ازاي؟ بعد كده اللي هي بعد الركعتين هتتجه على ماء زمزم، بيبقوا حاطين كولدرات برا بعد ما تخلص طواف. اشرب منها
ولو تعرف تغسل وشك أو تغسل نفسك يعني فيها يبقى أحلى، بس من غير ما تبهدل الدنيا. ولو مفيش تلاجات لزمزم ملهاش لازمة يعني تغتسل أو اشرب بس. هتمشي بعديها بعد ما تصلي ركعتين وتشرب مية زمزم، هتتجه ناحية السعي بين الصفا والمروة. هتمشي شوية كده بعد صلاة الركعتين، هتلاقي منحدر هتقرأ عليه هيطلعك لمكان السعي. هتبدأ بالصفا، قبل ما تبدأ هتبص على الكعبة، هتبص على الكعبة جنبك، ممكن تشوفها وممكن ما تشوفهاش من الازدحام، بس هتقول بسم الله الله أكبر 3 مرات، ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له. وبعد كده هتقرأ آية الصفا والمروة اللي هي إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، ومن تطوع فإن الله شاكر عليم. هتبدأ بالصفا أول ساعة ذكر ودعاء، وبعدين يعني الصفا كده أول حاجة 1 تروح كده 1، وهترجع للمروة 2، مش 7 1 جاي، مش 7 رايح جاي، لأ 1 صفا مروة 2 وهكذا لحد ما توصل للسابع اللي هو الصفا برضه اللي هو. وهتبدأ السعي كده لحد ما تخلص النهاية بنفس الطريقة، ماشي. وهتلاقي علامة خضرا وانت رايح في السعي والصفا والمروة. العلامة ديت هتلاقي علامات خضرا فوق كده، هتبص عليها، دي بداية الهرولة. لو في هتبدأ تهرول من المكان الأخضر ده لحد نهايته في الناحيتين. وصلت برضو المروة برضو هتقول نفس الأذكار من أول رؤية الكعبة، ومش لازم تقرا آية الصفا والمروة تاني، وتبدأ بقى السعي التاني والتالت وهكذا. وطبعا وانت بتسعى تذكر ربنا وتدعي، يعني بعد ما بتقول الدعاء الذكر اللي احنا ذكرناه، بتدعي ربنا، تقف بتدعي ربنا ومش عارف ايه، بس مع الازدحام منصحكش يعني، عشان يعني ادعي وانت ماشي، وانت بتسعى ما بين الصفا والمروة، ادعي كتير واذكر ربنا ورتب نفسك عشان ما تتلخبطش. بعد كده هتتحلل من عمرة عن طريق التقصير أول حاجة. والنساء بتاخد فرصة من نهاية شعرها. انت كده اديت مناسك العمر، مبروك عليك. ملحوظة بس في قص الشعر، الناس اللي بتقص شعرها في المكان وبتبهدل المكان، في ناس بتصلي في المكان ده، دي عادة غلط. عايز تستحل يعني ابعد، او ما تأذيش الناس بشعرك، ما تأذيش الناس بحاجة غلط انت ممكن تعملها. يعني الناس في ناس بتتقرف، وانت لو شفت الشعر مش هتسجد عليه او مش هتركع، يعني هتحط شعرك على رجلك راسك على شعر الناس وحاجتين، دي حاجات شخصية، يعني هي شخصية المفروض عشان ما تنقلش الأمراض فنصيحة بلاش الحركة دي. ونصيحة تانية، الناس اللي بتستحل بتاخد رجالة مثلا بياخدوا حتة من شعرهم، انت مش ست عشان تاخد حتة من هنا وحتة من هنا. هو الرسول أمر بالتقصير أو الحلق، التقصير من جميع الشعر، يعني من جميع الفروة الشعر كده بتاخد منها، مش بتاخد حتتين 3 من الشعر وخلاص. وتالت حاجة في الموضوع في الحلق، إن في ناس بتحلق وخلاص، يعني ممكن تشوه شعرها، المهم ياخد حتة من كل حتة وخلاص. هو انت ما بتحلق بره عند الحلاق بتمشي في الشارع كده؟ هو ربنا يعني عشان أمرك أمر نبقى هينين بالطريقة دي؟ لأ، يعني نحلق بضمير وبذمة، نساوي الشعر كله كأننا بنحلق عند الحلاق بالظبط. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.